هو جدي يقصد ايه بالوقف ده يا عم شكشك؟ يعني ما تبقاش ملك الواحد لوحده بس، تبقى ملك الأهل الحارة كلها، وما نقدرش نبيعها ولا نشتريها. يعني ايه؟ يعني كل واحد من الحارة يجي ياخد له حتة في الخرابة؟ هي الخرابة دي هتكفي ايه ولا ايه بس يا عم شكشك؟ جدك ما يقصدش كده يا أخي، إنما يقصد إن أهل الحارة كلهم يستفيدوا من الأرض دي، ما تبقاش ملك الواحد بس، لا، الكل لازم يستفيد بيها. والاستفادة دي ممكن تبقى في صور كتير، زي عمل مشروع على الأرض يخدم أهل الحارة. المهم نشوف إيه الأفيد ونعمله. ودي عايزة كلام يا طمطم. طبعا أفيد حاجة دلوقتي لأهل الحارة يتعلموا الكمبيوتر. طب ليه ما تبقاش حديقة عامة لأهل الحارة ومشتل للنباتات النادرة؟ حديقة ايه ونباتات ايه؟ هو في حد فاضي يقعد في الحديقة ولا في حد حتى فاضي يقعد من أساسه؟ الكمبيوتر أهم طبعا. الحديقة والمشتل أهم يا زيكا. من فضلك يا زيكو انت وزيكا بدون تعصب، عايزين نعرف ايه اللي هيفيد الناس اكتر ونعمله. وعشان يبقى في ديمقراطية كل واحد يقول ممكن نستفيد ازاي من أرض الخراب. اتفضل بقى يا عم شكشك، انت أكبر واحد فينا وممكن تدلنا. أكبر واحد ازاي يا بوجي؟ بس بتحرجني ليه يا ولد؟ ده أنا لسه شباب. اوعى يا بوجي تقول الكلام ده قدام طنطك شفيقة. لا ما تخافش يا عم شكشك، مش كل الناس هيعرفوا. بوجي يقصد كبير مقاما يا عم شكشك. اتفضل قول نعمل ايه في الخراب. والله أنا شايف إن الحديقة مهمة لنا جميعا وللأطفال بالذات، مكان جميل نقعد فيه بعيد عن التلوث ودخان السيارات، وسط الزرع والأزهار، وكمان الكمبيوتر يا ولاد مهم جدا، ثقافة ولغة العصر. يا ريت الاتنين لو يكونوا مع بعض تبقى حاجة يا زيكا ايه، فيوتفول جميلة قوي يعني. انت يا بوجي عايز تعمل ايه في الخرابة؟ انا من رأيي نجيب مراجيح وملاهي للأطفال، وكمان نجيب لهم ألوان ونعلمهم الرسم. ده ممكن يبقى في الغرفة السرية مرسم ومكتبة للأطفال. فعلا الغرفة السرية مكان جميل ومناسب جدا وبيساعد الأطفال على الإبداع. قولي لنا رأيك ايه يا طمطم انت كمان؟ رأيي مش هيختلف كتير عن رأيك يا عم شكشك، بس أفضل إن نعرف رأي أهل الحارة الأول. طيب بقى على ما نعرف رأي أهل الحارة نحاول بقى نعرف مكان الكنز. علشان نعرف مكان الكنز لازم حد يفك لنا رموز الخريطة. دي فكرة ممتازة. يا سلام، الحديقة والكمبيوتر. يا سلام لو كمان مكتبة الأطفال. ياه، نسيت اقول لحضرتك ان الحجرة السرية هيبقى فيها مرسم ومكتبة للأطفال يا بابا. ويا سلام بقى لو أنا أبقى المسؤول عن المكتبة. يبقى صحيح الراجل المناسب في المكان المناسب. وتمارس هوايتك المفضلة يا بابا. فعلا القراءة هي هوايتي المفضلة. لا يعني أنا قصدي هوايتك التانية، العصاية تمسكها وتضرب بها اللي داخل واللي خارج، ويوم والتاني مفيش حد يجي يقرا يا بابا. لا لا لا، خليك في مكتبتك أحسن. بقى كده وده شكشك. ماشي، أنا الحق عليا. إيه يا بابا؟ بتدور على إيه يا بابا؟ العصاية بقالي كام يوم كده بدور عليها مش لاقيها. ما شفتهاش راحت فينا يا شكشك. هشوفها فين يا بابا؟ افتكر يا شكشك، يمكن تكون خبيتها هنا ولا هنا. وهخبيها فين بس يا بابا؟ بقول لحضرتك انا ما شفتهاش اصلا. كده طب يا شكشك، استلقى وعدك مني بقى لما الاقيها. ان شاء الله مش هتلاقيها. بتقول حاجة يا شكشك؟ ابدا ابدا يا بابا، بقول يا ترى انت فين يا عصايا؟ رحتي فين؟ احنا تعبنا قوي النهارده، ولسه بكرة عندنا مشاوير كتير علشان الخريطة. انا هقوم بقى ادخل الصندوق والخريطة في اوضتي على ما انت تحضري السحور يا طمطومة عشان نلحق ننام لنا ساعتين. فعلا احنا بقينا وش الفجر. يلا بقى بسرعة يا طمطم.